السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. عندنا النهارده اخبار كويسه عن النادي الاهلي وعن اللي عمله لعيبه الهلال السوداني وكواليس حصلت بعد المباراه. الداخليه تسمح ب 50,000 مشجع في نهائي كاس مصر بين الاهلي وبيراميدز. مجلس اداره النادي الاهلي النهارده مشغولين بالفيديوهات اللي اتسربت امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي. الاهلي بالتنسيق مع وزاره الداخليه ومع وزاره العدل والجهات المسؤوله هياخد القرار اللازم، هياخد اجراءات جباره للي سعى في خراب وفساد فرحه كبيره امبارح لجماهير النادي الاهلي اللي هي كانت بتمثل مصر، مش بتمثل نادي بس، كانت بتمثل مصر كلها. وللاسف بيعملوا دايما اكبر فتنه، عايزين يخلوا البلد تبقى دايما مشتعله ومتوهجه ومش عايزينها تهدى. دايما بيقعدوا يولعوا الدنيا على النت، وكل اللي معاه موبايل وكل اللي معاه قلم وورقه وحافظ له كلمتين يطلع يرميهم على النت، وزي ما تيجي معاه يمكن يطلع ترند. وللاسف الحاجات دي بتيجي معاهم ترند للاسف الشديد، بس برضه مش هتعرف تغير ولا هتشتت حب النادي الاهلي في قلوبنا وفي قلوب جماهيره وعشاقه. الناس دي بقت كل شغلانتها في الحياه هي الاهلي، اي والله، ليل ونهار فاضيين للاهلي وبس، وكل شغلتهم ازاي يمنعوا او يوقفوا فرحه للنادي الاهلي وبس. هو ده كل اللي شاغلهم وكل اللي يهمهم، ان يخلوا جماهير الاهلي ما تفرحش وان الاهلي ما ينتصرش، وهو ده اللي عايزينه طول العمر، ده اللي فاضيين ليه. مش يفضل ناديهم يحاولوا يطوروا منه شويه، لا، ازاي؟ مع انه لو سعى ربع السعي اللي بيسعيه لخراب النادي الاهلي، لو سعى لنفسه دقيقه وفكر دقيقه هيوصل بناديه لبر الامان. لكن عشان هو فاشل في ان هو يسعى لناديه ويحاول يخلي ناديه في حته تاني، فبيحاول يوقع اللي احسن منه. امبارح حاولوا يمنعوا جمهور الاهلي من فرحته بالشتايم والسباب من الجماهير التابعين لانديه اخرى، اللي هي الاسماعيلي والزمالك على بلاطه. من الاخر اللي بيكرهوا الاهلي كره العمى، وكلنا عارفين مش جديد علينا. تخيل بقى بعد ما الاهلي شرف مصر بالفوز العظيم ده، في ناس تاني مشغوله بنشر اكاذيب ما حصلتش، فيديوهات من 2013 لهتافات ضد وزاره الداخليه. بس الموضوع ده كان في 2013 مش امبارح، وعملوا فيديوهات مفبركه على مواقع التواصل الاجتماعي، على كل منصات التواصل الاجتماعي، ونشروها بسرعه البرق، وعملوا لها سبونسرات كمان على حسابهم الشخصي. تخيل انت يعملوا سبونسرات لفيديوهات مفبركه علشان يشتت ويزعزع استقرار النادي الاهلي. اي والله، بيصرف من جيبه يخرب في نادي تاني. والله اللي بيصرفوا على الاعلانات والسبونسرات دي، اقسم بالله لو صرفتوا على ناديك لناديك يبقى احسن نادي في الدنيا. اي والله. قايلين في الفيديوهات ايه بقى؟ راحوا مركبين فيديو من 2013 كان الاهلي بيهتف ضد الداخليه، بس فيديو قديم من 2013، والخلافات دي خلصت من 2013 وخلاص ابتدينا صفحه جديده، الجمهور ابتدى صفحه جديده مع الداخليه. والدليل ان هم كانوا فاتحين الاستاد ل 50,000 وفضل فيه ودخل امبارح حوالي 60 او 65,000، يعني مش 50,000 بس. فلو في خلافات الداخليه مش هتدخل العدد ده كله، ده اولا. وراحوا طالعين على النت وقال لك الحق وصرخ وسويت الحق، ده جماهير الاهلي بتسب الداخليه، شوف وشاهد ما حصل، شاهد قبل الحذف، شاهد مش عارف ايه، شغل الترندات المبقع اللي ملوش لازمه ده. والدليل على اكاذيب الفشله المعفنين ان لو كان في سباب وشتايم زي ما بيقولوا امبارح، يبقى ازاي الداخليه هتسمح ب 50,000 تاني في مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر؟ طب ازاي؟ ما انا لو شتمتك وانت كنت سامح لي انك تفتح لي الاستاد، اظن ان الماتش اللي بعديها تحرمني من الدخول للاستاد، ولا ايه؟ ده المجنون يفهمها. فانتوا ازاي يا بهايم قبل ما تعملوا فيديو، ومليون مره يا بهايم يا متخلفين، قلت لكم خلي حد يكتب لكم سكريبت، اي سايبر على ناصيه الشارع عندكم يكتب لكم سكريبت، اقسم بالله ب 5 جنيه هتكتب لك سكريبت من الشائعات اللي انتوا عايزين تنشروها. اه والله، في ناس بتاخد فلوس تعرف تكتب لك سكريبت تتكلم فيه، مش تطلع واكل حزمه برسيم وتقول اي حاجه وخلاص وتروج لاي حاجه وخلاص. قبل ما تحب تروج لاي حاجه اكاذيب واشاعات، فكرش بدماغك، عشان انت لما بتفكر الدنيا بتخربها على دماغكم اكتر. والله انتوا شويه بهايم ومتربيين على اكل البرسيم، اقسم بالله، لان مفيش فايده، هي الحوارات اللي بتعملوها متكرره ومتعاده، مفيش جديد. يا اخي ده الواحد لما بيحس ان هو عمل حاجه كذا مره بيحاول يطور من نفسه شويه. افهم بقى، اما تيجي تعمل اي اشاعه او فتنه فكر قبل ما تعملها، وتعلم بقى من اخطائك الاولانيه. هوب تقوم طالع بيان من وزاره الداخليه، في بيان رسمي على صفحه الداخليه بيقول ان ما حصلش اي حاجه من جماهير النادي الاهلي اثناء المباراه، ومفيش اي مخالفه ولا اي تجاوزات سواء في المباراه او بعد المباراه، لغايه ما الجماهير كلها خرجت من باب الاستاد وركبت عربياتها وروحت. مفيش حتى ورقه اترمت في الشارع، ها؟ مفيش ورقه اترمت في الشارع يا غبي. قلت لك خلي حد يكتب لك سكريبت، ما تطلعش زي الحمار تكتب اي حاجه وتديها لاي مذيع اهطل يطلع يروج ليها. وقالوا ان المباراه كانت ماشيه في نطاق كره القدم ومفيش اي شيء خارج عن الاطار القانوني للمباراه. دي وزاره الداخليه بنفسها بيان رسمي على صفحه وزاره الداخليه، يعني ما حدش هيجاملنا ولا حد هيجامل النادي الاهلي. فطلعوا كذبوا الخبر وقالوا ان دي هتافات قديمه، وعارفين ان هي هتافات قديمه لان كان في رجاله من الداخليه واقفه في الاستاد وسامعين كل حاجه، ومش واحد ولا اتنين، ده الافات كانوا بيحموا الاستاد، فاكيد سمعوا وشافوا بعينيهم. فانت كذاب، يعني كذاب وهبل. طب وقالوا ان الفيديو ده فوتوشوب ومفبرك وده قديم، والداخليه بتتوعد لصاحب الفيديو اللي نشره لترويج الاكاذيب وحاجات ما حصلتش. والداخليه سمحت تاني في نهائي كاس مصر ب 25,000 مشجع لنادي الاهلي و25,000 مشجع لبيراميدز، اللي هو كله اصلا 7 مشجعين، ما اعرفش ازاي بس يلا. يوم الاربعاء الساعه 8:30 قرعه دوري ابطال افريقيا، والساعه 9:15 مباراه الاهلي والمحله في الدوري المصري. الاهلي من المحتمل ان هو يلاعب الترجي يا الوداد يا الرجاء المغربي. مباراه ربع النهائي هتبقى عندنا ان شاء الله في القاهره يوم 21 ابريل، المباراه اللي بعدها هتبقى بعدها باسبوع في ملعب الفريق الاخر، ونص النهائي هيبقى في مايو في اسبوع واحد رايح جاي، ومباراه النهائي في اول يونيو رايح جاي برضه في اسبوع واحد. امبارح لعيب الهلال السوداني كسروا اوضه اللبس وعملوا شغب جامد جدا جوه اوضه اللبس وخسائر كبيره جدا في استاد القاهره.